Assets, liabilities, balance sheet. Assets, المشهد: شخصين liabilities, قاعدين على قهوة قدامهم balance sheet. كتب وملازم كتير مكتوب عليها CMA Part 1. الأول شكله متكدر ومخنوق، والتاني بيضحك ببشاشة. في وجهه في كتاب GLIME P1 2023. يا جدع، أنا مش فاهم حاجة في CMA دي. أنا حاسس إني دخلت متاهة أرقام مش مجرد شهادة. يضحك بلطف. يا سيدي اهدى بس. إيه يا عم، ده أنت اللي مكبر الموضوع. بص يا صاحبي، CMA دي مش مجرد أرقام وكلاكيع، دي حواديت أي شركة في الدنيا. إزاي بتشتغل، إزاي بتكسب، وإزاي ممكن توفر وتكبر. ده أنت هتبقى خبير في البيزنس كله. حواديت إيه بس؟ دي كوابيس. يعني إيه قائمة مركز مالي في لحظة زمنية؟ أنا ميزانيتي الشخصية بتتشقلب كل ساعة. عايزني أفهم ميزانية شركة في لحظة معينة؟ بالظبط. الميزانية العمومية دي زي صورة سيلفي للشركة في لحظة معينة يا معلم. بتوريك إيه معاها ودي اسمها الأصول، وإيه عليها ودي اسمها الالتزامات، وإيه اللي فاضل للملاك ودي حقوق الملكية. يعني بالبلدي كده، معاك كام، عليك كام، والباقي بتاع مين. دي المعادلة الذهبية بتاعتنا. الأصول بتساوي التزامات زائد حقوق الملكية. سهلة كده ولا إيه؟ أصول والتزامات، يا رب. طب وقائمة الدخل دي اللي بتجيب لي الضغط. لا، دي بقى حكاية الشركة طول السنة، كأنها بتوصف يومياتها. إيه اللي دخلها ودي اسمها الإيرادات والمكاسب، وإيه اللي خرج منها ودي اسمها المصروفات والخسائر. والأهم إننا بنستخدم حاجة اسمها أساس الاستحقاق. يعني بنسجل الحاجة لما تحصل، مش لما الفلوس تيجي أو تروح. يعني لو بعت حاجة بالآجل أسجلها دلوقتي مش لما أقبض. فاهم؟ يعني مش طريقة الكاش بتاعنا اللي بنمشي بيه طول الشهر؟ بالظبط. الكاش ده بتاعنا احنا يا عم، لكن المحاسبة الصح اللي هي جاب بتعتمد على أساس الاستحقاق. وبعدين في حاجة اسمها تكلفة البضاعة المباعة. دي بقى اللي بتخليك تعرف لو انت بتبيع كشري تكلفتك الأصلية كانت كام عشان تعرف كسبت كام. يعني عشان أعرف لو ببيع كشري تكلفتي كانت كام، ده أنا بطلعها بخسارة والله. مش لوحدك. وكمان لما تيجي تتكلم عن المخزون، ده عالم تاني خالص، في فايفو ولايفو. يعني مين دخل المخزن الأول يخرج الأول، ومين خرج الأول يدخل الأول. كأنك بتلعب دور في سوبر ماركت كبير وعايز تعرف إيه اللي اتباع الأول. يا لهوي، ده طلع فيلم. طب والأصول اللي بتعيش كتير زي المباني والمعدات، دي بتفضل على حالها ولا إيه؟ لا يا حبيبي، دي كمان بتتعب وبتستهلك، فبنعمل لها إهلاك لو كانت ملموسة، أو إطفاء لو كانت أصول غير ملموسة زي براءة الاختراع. كأنك بتوزع تعبها علينا طول ما هي شغالة عشان قيمتها بتقل مع الاستخدام. إهلاك، يعني بتفقد قيمتها مع الوقت. طب والشركات بتشتري وتبيع في شركات تانية ولا ده مش تبعنا؟ لا طبعا تبعنا، ده في الاستثمارات. في أوراق مالية للاستثمار، وفي حاجات بتسجلها بالقيمة العادلة، وحاجات بطريقة حقوق الملكية. كأنك بتستثمر في أصحابك، كل واحد ليه طريقة محاسبية مختلفة حسب علاقتك بيه. يا رب، ده أنا اتلخبطت أكتر. طب وإيه موضوع الرقابة الداخلية ده بيفكرني بماما وهي بتراقبنا وإحنا صغيرين. هي بالظبط كده. الرقابة الداخلية عشان تضمن إن الشركة ماشية صح، ومفيش لعب في الفلوس، وكل حاجة متسجلة تمام. بتمنع المشاكل قبل ما تحصل، ودي اسمها وقائية. أو تكتشفها لو حصلت، ودي اسمها كاشفة. يعني الشركة بتعمل لنفسها سيستم حماية زي اللي في بيتنا بالظبط. سيستم حماية، يعني لو في موظف عايز يعمل حاجة غلط السيستم يلقطه. أيوة بالظبط. وفي حاجة اسمها فصل المهام. يعني مش ينفع شخص واحد يعمل كل حاجة عشان محدش يستفرد بالقرار أو يغلط لوحده. كأنك بتقسم المهام على أفراد العيلة عشان محدش يشيل الليلة لوحده. يا عم ده طلع عالم تاني.
طب وإيه البيانات الضخمة وتحليل البيانات اللي بيتكلموا عليها دي؟ دي بقى المستقبل يا معلم، مش مجرد أرقام بنسجلها، دي كنوز، بيانات كتير قوي بنحللها عشان نطلع منها معلومات تساعدنا ناخد قرارات صح. كأنك بتجيب كل ديتا أصحابك على الفيسبوك وتشوف مين بيحب إيه وبيشتري إيه عشان تعرف تبيع له منتجات جديدة. ده أنت بتبقى عامل زي المباحث، بتكتشف أنماط وخبايا محدش واخد باله منها. يا لهوي، ده طلع فيلم! طب والأصول اللي بتعيش كتير زي المباني والمعدات دي بتفضل على حالها ولا إيه؟ لا يا حبيبي، دي كمان بتتعب وبتستهلك، فبنعمل لها إهلاك لو كانت ملموسة أو إطفاء لو كانت أصول غير ملموسة زي براءة الاختراع. كأنك بتوزع تعبها علينا طول ما هي شغالة عشان قيمتها بتقل مع الاستخدام. إهلاك يعني بتفقد قيمتها مع الوقت. يعني ال CMA دي مش بس محاسبة، دي بتفهمني البيزنس كله. أيوة يا بطل، بتفهمك كل كبيرة وصغيرة في أي شركة. دي شهادة بتخليك خبير في البيزنس، مش مجرد محاسب بيسجل. بتوريك الصورة الكبيرة وبتديك أدوات عشان تاخد قرارات صح وتخليك تشوف الشركة من كل الزوايا. الموضوع عايز شوية مجهود في الأول، لكن النتيجة تستاهل. هتبقى فاهم كل حاجة، وهتعرف إزاي الشركة بتكسب وإيه اللي بيخليها تخسر. ومين عارف، يمكن تبقى أنت اللي بتدير الدنيا دي كلها في يوم من الأيام. طب والله الكلام بدأ يبقى لذيذ. يلا بينا، وريني حواديت الأرقام دي، شكلها هتطلع مسلية أكتر ما كنت أتخيل. أيوة كده، هو ده الشغل. يلا بينا، والكاش فلو بتاعنا هينفجر إن شاء الله.